الولد كان مستخبي في غابة خيزران بيراقب أبوه وهو بيدرب الناس على القتال. شافه بيستخدم ضربة سرية شقت حجر نصين وحافظها من أول نظرة. بدأ يتدرب في السر، ولما ضرب أول لكمة الأرض نفسها اهتزت. فضل يتدرب 13 سنة لحد ما بقى يقدر يرن جرس نحاسي وزنه 100 باوند بلكمة واحدة. لكن أمه شافته وفهمت إنه كان بيتدرب وده ممنوع لأنه ابن غير شرعي. من سنين أخوه دافع عنه وتعاقب بضربة في دماغه خلته شبه فاقد للعقل. الولد وعد إنه هينتقم لأخوه، لكن أمه كانت خايفة عليه وطلبت منه يبطل القتال. بعد ما مشي الجرس اتقسم نصين واتضح إن وزنه الحقيقي 1000 باوند. الولد حب بنت، لكن شافها مع ابن العيلة الأكبر اللي أهان الولد بسبب أصله وطلب منه ينحني ليه. لما رفض قال له اركع زي أمك. الولد ضربه لكنه اتهمه بالاعتداء وقرر يعاقبه. الأم حاولت تمنعهم والولد اتقيد. كبير العيلة ظهر وقرر إن مصيرهم يتحسن في بطولة، واللي يفوز هيتجوز البنت ويبقى القائد. الولد قرر يدخل البطولة وأمه وافقت بشرط ما يستخدمش أسلوب العيلة. لما وصل اتسخر منه علشان ما كسرش الجرس، لكن في اللحظة دي أخوه وأمه جم واكتشفوا إنه عنده موهبة حقيقية. ولما الولد استفز واتقال له إن حبيبته خلاص راحت، غضبه انفجر وقرر يواجه ابن العيلة الأكبر